الحق مين ده؟ الحق ده مؤمن زكريا. لا حول الله يا رب. العمل بقاله زمان، ده حاجات قديمة قوي وعروسة قديمة وصور قديمة. ايه اللي كان موجود طب بالظبط يعني؟ أنا ما كانش موجود حاجة، صورة الكابتن عليها طلاسم، وعروسة عليها صورته بطلاسم برضه، وأوراق عليها طلاسمات وعليها سحر كده، كلام مش مفهوم وفيه أرقام ورموز، والله هم مش عارف إيه بحق الطلابس، شال الفراق، مش عارف إيه حاجات كده، يعني حاجات بتقرا وحاجات لأ، أو أرقام وحروف كده بس. لا، ده موضوع في عالمه هو، واحنا عندنا عالم تاني. احنا عندنا عالم الطب وعالم العلم، وعندنا كل حاجه بتاعتنا، انا بتاع البني ادمين، مش بتاعت الدجالين. هو كل شويه لما ربنا يكرم والدنيا تبقى عاملين مشاهدات وعاملين قصه وعاملين حكايات، نلاقي حاجه تترمي كده اي كلام عشان تعكر الجو. احنا بنحفر عادي، بتاع شبك في شنطه، فهو بيفحت فبتاع شبك في شنطه، فبيسحب بيطلع الشنطه، ايه ده؟ افتح طب صور. ازيكم، يا رب تكونوا بخير دايما. عمل سفلي وسحر وشعوذه من لاعب كوره رياضي ومشهور لشخص لا حول له ولا قوه، بيتشعلق في اي حاجه تكون سبب في شفائه. صوره قديمه للاعب وكلام كده مش مفهوم وطلاسيم، وفيديو ينزل على النت عشان يلم مشاهدات. الصاق اسم شخص مشهور ورغاي، ومصدعنا دايما بجونه في كاس العالم، والسبب علشان يطلع يهاجم ويزيد الموضوع سسبنس، والفيديو يتشهر والموضوع يتقفل في الاخر بالمنظر ده. الحدوته باختصار: 5 اشخاص قاعدين مع بعض وقرروا يعملوا حاجه تطرقع على الميديا وتبقى ترند. واحد قال للتاني: تحب تبقى مشهور؟ قال له: ده عايزه شهور. قال له: لا، في ثانيه هخليك مشهور. قال له: هنجيب صوره قديمه لمؤمن زكريا وهنروح نطبعها وهنكتب عليها شويه حاجات وكلام مش مفهوم، ونقول عليها طلاسيم، ونحط معاها حته قماشه مكتوب فيها حاجات برضو مش مفهومه، بس اهم حاجه تكون القماشه قديمه. ويا سلام بقى لو لقينا رجل معزه وحطيناها في الكيس ونروح ندفنها في المقابر. قال له: ها وبعدين؟ قال له: هنصور فيديو هنقول فيه اننا لقينا العمل والسحر اللي كان سبب في إيذاء مؤمن زكريا، واننا فكناه، وفي خلال يومين بس مؤمن زكريا هيرجع زي الاول، وممكن يرجع الملاعب كمان. قال له: تفتكر هتجيب نتيجه؟ قال له: يا ابني الشعب ده بيحب الكلام في الموضوع ده وهتجيب معاه بسرعه. قال له: بس القصه ديت محتاجه سسبنس كده، شويه فلفل اسمر يتحطوا عليها عشان تجيب مع الناس بسرعه. رد عليه وقال له: عندي. قال له: مين؟ مرتضى منصور؟ قال له: لا، ده يودينا في داهيه بسرعه، ده هنجيب حد رغاي مصدعنا بجونه في كاس العالم وبيحب الشاشه وبيحب افلام السيكو سيكو. قال له: حلو ده. قال له: يلا ننفذ. ونفذه. صور ايه؟ الحق مين ده؟ ايه ده؟ الحق ده مؤمن زكريا. لا حول الله يا رب. العمل بقاله زمان، ده حاجات قديمة قوي وعروسة قديمة وصور قديمة. ايه اللي كان موجود طب بالظبط يعني؟ أنا ما كانش موجود حاجة، صورة الكابتن عليها طلاسم، وعروسة عليها صورته بطلاسم برضه، وأوراق عليها طلاسمات وعليها سحر كده، كلام مش مفهوم وفيه أرقام ورموز، والله هم مش عارف إيه بحق الطلابس، شال الفراق، مش عارف إيه حاجات كده، يعني حاجات بتقرا وحاجات لأ، أو أرقام وحروف كده بس. احنا بنحفر عادي، بتاع شبك في شنطه، فهو بيفحت فبتاع شبك في شنطه، فبيسحب بيطلع الشنطه، ايه ده؟ افتح طب صور. علشان الميديا في مصر تتقلب حرفيا والفيديو يعمل مردود فوق 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 خيالهم، وقنوات بقى ومواقع تصور مع الترابي وقرايبه وحاجه اخر عنب. وطبعا ما ننساش طبعا بعد ده كله الفلفل الاسمر اللي حطوا اسمه جوه الموضوع وصوروا مقبره على انها مقبرته. ورد عليهم الكابتن مجدي عبد الغني وقال: السحر ده اللي عامله له مجدي عبد الغني، اللي هو بيملك مقبره، انا ما اعرفش المقبره دي، وبيعمل الفيديو قال ايه، بيجيب الموبايل كده عشان وجاب ارض فاضيه. مقبره فين هي المقبره؟ رحت صورت، كان لقيت مقبره مكتوب عليها مقبره مجدي عبد الغني. بتقول كلام اي كلام، انت بتقول كلام مرسل، هتتحبس انت والقاهره 24 هيترفع عليكم قضايا. ايه ده؟ ايه التخاريف دي؟ ايه اللي جاب مؤمن زكريا
وصور مؤمن زكريا وثلاث اكياس سود لمجدي عبد الغني، وبعدين وانا يعني انا اللي عاملهم تعبيط ولا مجنون؟ انا يعني انا ايه رحت هناك وحفرت الارض ومؤمن زكريا انا اعمل له عمل بمناسبه ايه؟ لا بيلعب مكاني ولا هو جيلي ولا حاجه ولا في ارتباط بيني وبينه اصلا. مش فاهم اعمل له على اساس ايه؟ مش فاهم يعني ايه علاقه الربط بين المقابر دي بتاعت مجدي عبد الغني؟ الراجل قال لنا انها، وبعدين العهده على الراوي. العهده مش على الراوي، ده انت الراوي. احنا مش لاقيين الراوي اصلا، احنا شايفين باب حديد وسلالم. علشان بعد ما الكابتن مجدي عبد الغني يقدم بلاغ فيهم للنائب العام يتم القبض على 5 متهمين في القضيه دي. ووزاره الداخليه تنزل بيان بتقول فيه ان الموضوع كله فيك، وان المتهمين عملوا الموضوع ده بقاصد الشهره ولم المشاهدات. رأي بقى برنامج الراوي ان الموضوع اذا كان سحر او لا ما كانش ينفع التلاعب بلاعب او بشخص عنده مرض وبيتشعلق باي حاجه وبيتمنى الشفاء. ولو افترضنا ان الموضوع صح، وده طبعا مستحيل من وجهه نظري، لان المرض والشفاء كله من عند الله، فانت بقصد او بدون قصد وصلت الناس او بتعرف الناس ان اي حد مضايقك ممكن تعمل له عمل وتدفنه في المقابر ويقعد في البيت زيه زي مؤمن زكريا. انا عارف ان السحر مذكور في القران، بس كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني كل شيء تحت مشيئة الله، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفي الآخر ربنا يهدي الجميع وربنا يسترها على الجميع. ما تنساش تسيب لنا تعليق تقول رأيك فيه، وما تنساش دايما تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنساش إخواتنا في غزة تدعي لهم ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم. وما تنساش دايما تعرف إن أنا عايزك دايما بخير، وبحاول أوصل لك الحقيقة على قد ما أقدر، وأتمنى لك السلامة دايما. سلام.